بصوا هما ما بيصدقوا يلاقوا حد بيعرف يعمل اكل. اللي بيعرف يعمل اكل يبقى مكانه هو المطبخ. يلا كل سنه وانتم طيبين، مع اننا جينا متاخرين، بس شيلي بقى انت شغل المطبخ واعملي الاكل وورينا كده هتاكلينا ايه من ايدك. المهم، دخلنا اول حاجه في الجلاش، قلنا عشان ايه نخلص منه. جبت لفه الجلاش وقسمتها بالمقص زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، وسيحت حته زبده على شويه زيت، ودهنت طبقه الجلاش اللي فوق كده بالشكل دوت. ونزلت بحشو شويه كنافه عشان تسند بس يعني صابع الجلاش، وشويه زبيب وشويه تمر مفروم كده او متقطع، انا قطعته بالمقص، وشويه سوداني. لفيتها رول بالشكل ده. بعد ما دهنت الصينيه بحته بشويه من الماده الدهنيه، نزلت بقى بالصوابع الجلاش بتاعتي لفه بسيطه خالص، وطريقه تشكيل سهله جدا للمبتدئين. تمام تمام. واحده تانية كده عشان حبايبنا، دهنت كده الطبقه اللي على الوجه ديت بالماده الدهنيه، ونزلت بالكنافه والتمر والزبيب والمكسرات وجوز الهند، ولفيتها رول بالشكل ده ورصيتها جنب اختها. شايفين؟ لفه تانية بقى عشان اخواتنا الصغيرين اللي مش بيحبوا الجلاش صوابع، نزلت بالحشو بالشكل ده ولفتها زي ما بلف السمبوسه بالظبط بالشكل ده، زي على شكل مثلث او حجاب زي ما بتقولوا، وحطيتها برضو في صينيه كده مدهونه بالماده الدهنيه. واحده تانية اهو، حطيت ورقه من ورقه الجلاش ونزلت بالحشوه. احشي بقى زي ما انت عايزه، يا رب تحشيها حتى مهلبيه مش هتقول لا. تمام تمام. خلصت كل الجلاش اللي معايا، وبعد كده رصيته ودهنته بشوية من المادة الدهنية بتاعتي، يعني سمنة على زيت او زبدة على زيت، انما زيت لوحده مش هيبقى طعمها حلو. عندي شوية بهارات ملح وفلفل اسود وشوية من بهار اللحم، وعندي شوية بصل مبشور او مفروم في الكبة. نزلت بالبهارات بتاعتي مع عصير ليمون، وحطيت كله على بعضه كده وبدأت ألخبطهم وأدعكهم كويس لحد ما تنزل لي عصير بصل، لحد ما ينزل عصير بصل كده وتندعك كويس جدا. طب هتعملي ايه بالتتبيلة الحلوة دي؟ هقول لكم دلوقتي. بعد ما تتبليها كويس جدا كده بالشكل دوت، دي بقى للمبتدئين. عندي هنا بط مقطعاه اربع، بعد ما اتغسل واتنضف كويس واتصفى، وليمون ومحلول نقع والكلام ده كله. بدأت كده افرغ بين الجلد واللحم، وهبدأ احشي التتبيلة الحلوة دي ما بين الجلد واللحم بالشكل ده. اعمل لها مساج كده من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي بتدي طعم حلو قوي للبط، اللي ما بيحبش البط هيقول الله. ولسه في تريكات حلوه، استنوا معايا لنهايه الفيديو وهقولها لكم. وتابعونا واعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تزوروا القناه. بدعك بقى كده البط بتاعي بالشكل ده. تقدري تعملي الخطوه دي في فراخ بلدي، فراخ بيضه، مفيش اي مشكله. اي شوربه هتعمليها لحمام بتدي طعم وتسكيره حلوه للحم، وبتبقى في منتهى الجمال. تمام تمام. بشيل بقى، تقدري تشيلي البط بتاعك او الفراخ من بالليل للصبح ساعة قبل ما تسقطيها، مفيش اي مشكلة. تمام. نعمل مساج كده ونركنها على جنب. نبدأ نعمل بعد كده الشربات بتاع الجلاش. كمية السكر اللي تفضليها، انا حطيت حوالي كيلو الا ربع او نص كيلو، كان في برطمان كده نفس البرطمان. عبيته ميه وحطيته على بعض ورفعتهم على النار مع عصير ليمونه، ما كنتش ناحيتهم يعني بتاع مثلا 10 دقايق ولا حاجه، وسبتها على جنب مع نفسها. في شفشق الخلاط نزلت بنص مج من الميه، نص كوبايه من زيت الزيتون، تقدر تحط زيت نباتي عادي، وعصير ليمونه كبيره، وعندي شويه من البهارات اللي تفضليها والمتوفره عندك، ملح وفلفل وبهار فراخ، مفيش اي مشكله. نزلت بيهم في شفشق الخلاط مع شويه خضار، بصل وطماطم وفلفل حار اخضر احمر زي ما موجود، ومعلقه خل ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم، واضربيهم كويس جدا، وكوبايه زبادي ان وجدت، واضربيهم كويس. عندي بقى قطع الفراخ مغسوله ومتنضفه كويس، شرحتهم كده عشان توصل بمرور التتبيله لكل انسجه الفراخ بالشكل ده. اعملي كده مع الورك مع الصدر، حطيها على فراخ شيش، حطيها على فرخه كامله، فرخه نصاص، براحتك انت التقطيعه اللي تفضليها بالشكل ده.
وهنزل بكل التتبيله بتاعتي، وتقدري تشيلي من التتبيله دي في الفريزر وتستخدميها وقت ما تشوي فراخ. دي تتبيله حلوه قوي للفراخ المشويه، وما تتقيديش باي نوع توابل مش متوفر عندك، المتوفر انزلي بيه، يا رب يكون ملح وفلفل. تمام تمام. بدعك بقى كده الفراخ كويس جدا بالتتبيله، وبحطها في الفتحات كويس عشان تبقى طعم اللحم كويس جدا وطعمه يكون لذيذ كده، وتبقى الفراخ شاربة من التتبيلة دي. وهركنها على جنب بقى، تقدري تعمليها برضو من بالليل ساعة ساعتين انت ووقتك. تمام تمام. هنا ما شاء الله الشربات بتاعنا خلاص قرب يعقد كده، هسيبه برضو. وبعد كده البط خد وقته في التتبيل، طبعا احنا وصلنا متأخر يعني كان الوقت بسيط جدا، بس ما شاء الله الاكل كان زي الفل. في المية المغلية نزلت بالبط وشوية التتبيلة دي مرميهاش، حطيتها كمان على المرقة. وحطي بقى الموجودة عندك، جزر، طماطم، كرفس، اي حاجة، ورق لورا، فصين حبهان، وغطي عليهم وسيبيها مع نفسها كده لحد ما تستوي. عملنا شوية سلطة خضراء. هنا السمبوسة والجلاش اتحمر، كان فايت شوية كنافة كده لفتهم دواير زي عش البلبل، وحشيتهم مكسرات، والدنيا زي الفل وتمام. ركنتهم بس انا ما سقيتهمش والشربات سخن، كانوا بردوا، كانت الجلاش برد يعني. هنا الفراخ المشوية حطيتهم على صينية كده ألومنيوم في فرن كده، وشغلت الشواية والفرن على درجة حرارة عالية. بعد ما شربت التتبيلة كويس، وبعد ما نزلت يعني اتصفت من التتبيلة وبقت زي الفل بالشكل دوت، بدأت بقى اقلبها على الناحية التانية عشان يبقى طعمها قوي وطعمها افضل. وهنا الفراخ المشوية بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. نزلت عليها شوية العصارة اللي فايضين كده تديها لمعة، وتقدري تستغني عن الخطوة دي تماما، وكولي بقى احلى فراخ مشوية، لا حاتي ولا كلام فاضي. بصي بقى، ممكن تضيفي فحمية مهوجة كده ومولعة وتحطيها في وسط الفراخ وتغطي عليها، برضو تديكي طعم اللي بره. هنا بقى الحاجة كانت سقت المحشي، قلت لها استني هاتي معلقة صلصة وشوية من المرقة وزدت بيهم المحشي. تمام تمام. الشربات حطيت عليه ظرف فانيليا وسقيت به الجلاش على طول كده، بقى زي الفل واستوى واتشرب كده من الشربات. وتقدري تضيفي بقى اي نكهة تحبيها من الفانيليا، مستكة، زعفران، ميه ورد، اللي تفضليه. هنا برضو المثلثات كده نزلتها في الشربات، وبقى معانا احلى طبق حلويات. هنا خلاص شايفين المحشي بقى شكله حلو قوي. محشي ورق العنب بحب اضيف له تركه كده بعد ما يستوي، اضيف له شويه من زيت الزيتون، بتديله لمعه وطعم حلو جدا. البتنجان بقى هقول لكم على تركه حلوه فيه، انك ما تحطيش المرقه بتاعته تبقى سخنه مغليه قوي عشان خاطر ما يسودش منك. هنا شويه ملح وفلفل وشويه من الزيت وصلصه طماطم، اضربيهم كويس كده مع بعض بالشكل دوت لحد ما يبقوا بالمنظر ده. وبفرشه كده هتجيبيها وتدهني البط بتاعك او الفراخ عشان ما تحمرهوش في زيت، ويبقى الموضوع يعني يبقى تقيل كده على المعده. ودخلتهم الفرن ياخدوا ويدوا مع بعضهم كده، وبعد ما يستووا ويتحمروا على الناحيه اللي فوق بقلبهم على الناحيه التانية لحد ما يوصلوا معايا بالشكل الحلو ده. شايفين ما شاء الله كانت اكله زي الفل. وزعنا بقى، اللي بيحب بط يحب، اللي بيحب فراخ يحب، اللي عاوز من ده ومن ده، خير ربنا كتير. والحمد لله كانت عزومه لطيفه جدا وبسيطه جدا، وبالهنا والشفا على كل اللي داق وكل، ورب يكون الاكل عجبهم. وكل سنه وانتم طيبين.